انا يا حبايبي انا حطيت الصينيه اهي في الفرن الرف الوسطاني، قعدت حوالي تلت ساعه. طلعتها بالشكل الجميل قدامكم اهي، وقطعتها شوفوا متماسكه وجميله ازاي اهي، جميله معانا اهي. اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم ايه، ومتنسوش الاشتراك في القناه واللايك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه دخول الشتاء علينا. فاحسن حاجه في الشتاء طبعا هي البطاطا، فهنعمل النهارده بطاطا بالمهلبيه. هنسمي كده نقول بسم الله. معانا كيلو ونص من البطاطا مقشره ومتقطعه مربعات مكعبات زي ما انتم شايفين رفيعه كده عشان ما تاخدش وقت كتير في السلقان. عليهم كوبايه ميه، ونولع عليهم بقى على نار ايه عاليه شويه. نسلقها ونشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض. شايفين يا حبايبي البطاطا استوت معانا اهي، بقت جميله معانا. هننزل بقى بنص كوبايه لبن معانا، 3 معالق بشر جوز هند، حبه فانيليا، 5 معالق من السكر، واحد، ولو عايزه تزودي السكر حسب الرغبه. معانا السمنه، معلقه كبيره من السمنه معانا اهي زي ما انتم شايفين كده مليان. نفرز بقى الكلام ده كله كويس كده مع بعض، لسه على نار هاديه، لسه النار شغاله هاديه. الكلام ده كله هنهرسه كويس كده خالص مع بعض. هنا يا حبايبي اتهرست كويس اهيت، ولسه كل ده على نار هاديه. ومعانا هنا بقى ربع كوبايه لبن، ثلاث معالق نشا كبيره كده هرميه، وتتقلب كويس كده، ندوبهم كويس مع بعض. وننزل بقى ايه حبه حبه كده مع التقليب على البطاطا. اهم حاجه بقى نقلب كويس في الخطوه دي عشان النشا ما تكلكعش معانا. الخطوه دي مهمه، تخلي البطاطا متماسكه وجميله خالص معانا. نقلب كويس كده على نار هاديه كده عشان النشا ايه يستوي معانا. ومحضره بقى صينيه مدهونه سمنه عشان ننزل بالخليط كده، بس نسيبه بس حبه على نار هاديه كده عشان النشا يستوي ويدي طعم كويس معانا. هنا يا حبايبي طفيت عليها النار، شايفينها معايا اهي كده، شايفين القوام بتاعها ده. نزلها كده في الصينيه كلها ونسويها كويس يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، تسوت كويس، تبقى كلها كده بسمك واحد. نسيبها بقى تبرد شويه ونعمل بقى المهلبيه مع بعض. يا حبايبي المهلبيه معانا اهي عباره عن 3 كوبايات لبن، 3 كوبايات وربع، و5 معالق سكر، 3 معالق كريم شانتيه، 3 معالق نشا هرميه، باكت فانيليا. هنقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه على البارد كده، نقلبه كويس خالص كده على البارد. وبعد كده نحطه على النار مع التقليب المستمر بقى. حطيتها على النار هنا يا حبايبي قدامكم اهي، هنقلب فيها بقى لحد ما ناخد القوام المطلوب معانا، وهنوريه لكم ان شاء الله. هنا يا حبايبي الخليط اهوت بدأ يدخل معانا اهوت على نار هاديه كده، وهنقلب كمان دقيقه وننزل بيه على طول على صينيه البطاطا قبل ما ينشف مننا. بدأ يدخن اهو معايا، على طول كده بننزل بيه على صينيه البطاطا. هنا يا حبايبي اهيت والمهلبيه سخنه كده، هننزل بيها كده على البطاطا. هي كده كميه مناسبه خالص للصينيه اللي معانا دي. هنا يا حبايبي بردت شويه، دهنت وشها سمنه وهندخلها الفرن في الرف الوسطاني.
هنا يا حبايبي انا حطيت الصينيه اهي في الفرن الرف الوسطاني، قعدت حوالي تلت ساعه. طلعتها بالشكل الجميل قدامكم اهي، وقطعتها. شوفوا متماسكه وجميله ازاي اهي، جميله معانا اهي. اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم ايه. متنسوش الاشتراك في القناه واللايك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.